من ساعة ما عملت لهم الوصفة ديّة الأسبوع اللي فات وخدوها جوّه الlunch box والعيال اتهبلوا عليها، ما يعرفوش إن الوصفة ديّة كانت على أيامينا من التسعينيات. تعالَ أقول لِك على الوصفة بتاعة النهارده اللي أنا حطيتها لهم جوّه الlunch box واتهبلوا عليها من ساعتها، وهُم كل شوية يطلبوها منّي. معايا كوباية من السكر وكمان معايا بيضاية، كيس من الفانيليا، وطبعًا الفانيليا اللي أنا استخدمتها هنا فانيليا بطعم البرتقان، طعمها حلو جدًا، خلِّت الوصفة بتاعتي رايحة في حتّة تانية خالص. لو مش عندِك تقدري تستخدمي فانيليا عادية. هافضل أقلِّب البيض مع السكر لحد ما يدّيني الشكل دوّة كده. هاحضّر معايا كوباية إلّا ربع من الحليب. هو بصراحة أنا استخدمت في النهاية كوباية، لكن هنا أنا حطيت كوباية إلّا ربع، يعني ممكن في الوقت دوّة تحطّي كوباية. معايا نُص كوباية من الزيت، وانزلي بقى استني لمّا الحليب يسخن شوية وانزلي بالزيت، واستمري في التقليب لحد ما ياخد غلوة معاكِ على النار، وطلّعيها بقى من على النار، اركنيها على جنب شوية وتعالي أقول لِك هنعمل إيه تاني. صليتِ على الرسول؟ طب يالّا بسرعة صلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وحطّي اللايك بتاعِك لو وصفة النهارده عجبتِك. كده خلاص ما تخافيش، مش هتسوي البيض ولا أي حاجة. أنا محتاجاها أنزّل الحليب سخن عشان يدوّب لي السكر كمان ويخلّي التيست عالي أوي. هاقلّب بقى كلّه مع بعضه. في الوقت دوّة هاكون محضّرة معايا كوبايتين كبار من الدقيق، والكوباية اللي أنا عايرت بيها الدقيق هي اللي عايرت بيها السكر، هي اللي عايرت بيها الزيت، هي اللي عايرت بيها الحليب. حطيت عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح بسيطة. هاقلّبهم مع بعض كويس جدًا، وهانخلهم بقى في المنخل كده عشان يدّوني قوام في النهاية حلو جدًا. طبعًا كلنا عارفين فوايد الدقيق، لمّا بننخله بيخلّي الوصفة رايحة في حتّة تانية خالص، بيخلّي الموضوع حلو أوي، فلازم تنخلي الدقيق. ما تقوليش دي خطوة عادية خالص ممكن أستغنى عنها، لأ طبعًا ممكن تنخليه مرّة و2 كمان لو حبيتِ. في الوقت دوّة هاقلّب بقى كده. هنا أنا استخدمت ربع كوباية من الحليب كمان، عشان كده باقول لِك مجموع الحليب أو اللبن كوباية. كده خلصت الوصفة بتاعتي. هركن الكيكة بقى على جنب، وتعالي بقى نجيب بقى ايه، نجيب الاطباق دي اللي هي بتتباع في الافران. الكيكة اللي احنا هنعملها كيكة الافران اللي كلنا اتربينا عليها، كلنا كنا بنشتريها من قدام الفرن اللي قدام المدرسة، صح ولا ايه؟ الاطباق دي بتتباع في السوبر ماركت، بتتباع عند الناس اللي بتبيع الحاجات اللي ليها علاقة بالورقيات يعني. سعرها مش غالي ولا اي حاجة، وتقدري تجيبي منها الكبير شوية او الحجم دوت، او حتى اللي هو شكل الكوب كيك اللي انت عايزاها تي. دهنته دهنة حلوة من السمنة من الاربع الاتجاهات وكمان الارضية، وحطيت كمان شوية كده من الدقيق علشان خاطر الكيكة ما تلزقش معايا. نزلت بقى بالكيكة، ومش هحطها كلها، انا هحط نص الكمية بس، يعني نص الطبق هحط نصه، علشان خاطر لما الكيكة ترتفع معايا في الفرن يبقى الشكل في النهاية حلو، ما تبقاش خارجة لبره كده شكلها مش حلو. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني من غير شواية، في أقل من 15 دقيقة هتلاقيها استوت. وطبعا طبعا على درجة حرارة الفرن عندك ممكن تاخد اكتر من 15، وممكن تاخد اكتر من 20 دقيقة. تابعيها كده من الازاز بتاع الفرن. بصي بقى لسه خارجة من الفرن دلوقتي، الله ريحتها جميلة، مخلية البيت كله ريحته حلوة قوي. بتفكرنا بزمان كده وايام المدرسة والدراسة. العيال بقى اتهبلوا عليها، تقدري تحط لهم اي صوص هم عايزينه فوق الوش.